المفروض ان في جزء تاني للكتاب ده، بس هو للاسف مش عندي. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا عندي 3 كتب لمحمود السعدني. حكايات قهوة كتكوت وحمار من الشرق. بصراحه مش فاكره التالت ايه هو. الكتب دي مسروقه، سرقتها من مكتبه بابا، ومعرفش بابا عارف المعلومه دي. بس ان انا يعني انا ما بقولش لبابا، بس بقول لكم انتوا عشان احنا ستر وغطا. حاسه ان انا هروح اقول لبابا ان انا خدتهم من المكتبه، عشان يعني عشان ما احسش بس مش دي بس الكتب اللي انا سرقتها. سرقت كمان كتب لأليف شفاق. كان عنده قاعد رشح الأربعون، وكان عنده بنات حواء الثلاث، وعنده كتاب، في كتاب تالت. هو انا ليه دايما الكتب التالتة هي اللي انا بنساها؟ بس عامة يعني في كتاب تالت انا سرقاه برضه، بس خلاص يا جماعة انا بطلت بجد، بس لان بابا المكتبة بتاعته فضيت. استنى بقى يجيب كتب تانية حلوة كده، وبعدين اروح يعني اشوف لي كده شوية حاجات اخد. بس دي سرقة حلال، دي سرقة يعني عادي. انا ببرر لنفسي. المهم ان الثيم دي برضو في الكتاب معموله حلوه قوي ومبهره. مبهره بالنسبه لي برضو، كانت مرعبه يعني. عارفين يا جماعه، من ضمن المشاكل او المصايب السوداء اللي انا اكتشفتها ان انا بعملها، ان انا بقول مرعبه على اساس انها حاجه حلوه، والناس بتتخض لما انا مثلا بقول ده حاجه مرعبه، فالناس تفتكر ان انا بقول ان دي حاجه وحشه قوي. ما بيبقاش قصدي، يعني ما بيبقاش قصدي، ببقى عايزه اقول ان ده حاجه كويسه، بس يعني فاهمين. في مستشفى وقت السيريان ريفولوشن، او الثوره السوريه. السورية. حلو قوي الكلام ده. الثورة السورية. ماشي اوكي.